أهلا بيكم. أنت متصل وإلا منفصل مع روحك؟ ساعات نبداو مانيش فاهمين رواحنا شنيا نحبو وشنيا قلقنا وشنيا فرحة، أصلا مانيش فاهمين رواحنا حالتنا المشاعرية شنيا. وهي فات التحدي الحقيقي توا اللي هو في أغلب الوقت منفصلين على رواحنا. شو معنى منفصلين على رواحنا؟ لاهين بحوايج أخرى البرة، سواء خدمة باهي، قراية، صغار، ولاد، تاتاتي تاتاتا باهي. أما ما نخليوش هاك الوقت شوية باش واحد يفهم روحه من داخل شنحويلو. تعليقا على الفيديو اللي عملته المرة اللي فاتت، بعثت لي وردة محليها بنوتة حسيلو نجن في العشرينات هكاكا. قالت لي أنا كل مرة كل يوم ناخذ وقت ناكل حاجة بنينة لي أنا روحي ونركز ونشوف روحي شنحويلك يا وردة، شعاملة يا وردة. محليها العادة هي نذكر 10 ولا 12 سنة التالي. فما في القسم وين نحكي مع الاستاجير نتاعي نحكيو برشا على مواضيع هكا بتاع الدنيا واللايف ستايل والكل. فما واحد فتوحي نذكروا بالكدا، قلت لهم اسكو تاخذوا وقت لرواحكم تحكيوا مع رواحكم. شو هو وقتها قال لي خشبيني انا مهبوش نحكي مع روحي. حسيت وقتها مازالوا بون مش الغادي، معناها مازال بكري بوتيتر على المواضيع هذيا. اما توا بعد 10 ولا 12 سنه كي اون جون في تقول لي كل يوم ناخذ وقت باش نفهم شنو حوالك يا ورده، سما في تخي بليزير. والكل راهو لازمنا كيف ورده في النهار ناخذ قيد باش نفهموا رواحنا شنو حوالنا من داخل. سي فري مركزين في العالم من برا، مش حوالنا احنا من داخل. وهذا هو التحدي الحقيقي توا، على خاطر الانفصال هذا على رواحنا نلقاو حتى مع التليفونات ومع لي ريزو سوسيو والفيديوهات القصار. تتصل برشا حوايج لبرا ما يقع الانفصال مع روحك، وهذا يخليك ديما ماكش فاهم روحك، ماكش مرتاح مع روحك. دونك خلينا يا جماعة نتصلوا باش نفهموا رواحنا وباش نرتاحوا خير. ان شاء الله نهاركم زين.